مرحبا بكم من جديد. أتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة وبعافية وأنتم بتشاهدوا الفيديو. سمعت أن مسلسل حبيبتي من تكون سينتهي عرضه على قناة أم بي سي بولود. ما صحة خبر نهاية عرض مسلسل حب ضائع في عالم عربي؟ بسبب شهر رمضان يتم دائما عرض مسلسلات جديدة تلائم هذا الشهر الفضيل، وبعد عيد الفطر ينتظر الجمهور استئناف عرض المسلسلات المفضلة على منصة MBC بوليود. إلا أن هذه السنة تفاجأ المشاهد بظهور مسلسلات جديدة، فابتداء من يوم 30 من شهر أبريل بهذه السنة سوف تستأنف منصة MBC بوليود عرض مسلسلات هندية على منصتها. إلا أن هذه المرة مسلسلين هنديان لن يتم عرضهما أو استئنافهما، وسيعرض بدلهم مسلسلين ناجحين بعنوان مسلسل أنت حياتي ومسلسل حكايتنا. حتى الآن لم يتم الإعلان عن المسلسلين اللذان سيتم إيقافهما على منصة MBC بوليود. ما سبب عرض مسلسل هندي قديم على زي ألوان؟ هل زي ألوان سوف تعرض مسلسل لالي مسبب؟ المسلسل الهندي لالي بدأ عرضه يوم السبت 22 أبريل على زي ألوان. فما السبب الذي جعله يعرض وسط مجموعة هامة وناجحة وحصرية من المسلسلات دفعة واحدة؟ طائر الصباح، الحلقات الأخيرة من التفاح الحرام الجزء الرابع، والملف السري، وتجرأ على الحلم، والعديد من المسلسلات الناجحة. الإجابة لأن مسلسل الهندي لالي هو مسلسل الافتتاح الرسمي بعد البث التجريبي لمنصة زي ألوان، الافتتاح الذي دام عليه 10 سنوات، فهو يعتبر ذكرى مميزة وجميلة. تابعوا المسلسل الهندي لالي من السبت إلى الخميس على الساعة 3 مساء بتوقيت غرينتش على زي ألوان. أخبروني، هل شاهدتم مسلسل لالي في الطفولة؟ انتهى الفيديو. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.